يا أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا لأي حد عايش في ألمانيا، وهو إزاي نملى بياناتنا الشخصية أو اللي بالألماني اسمها Personalien في أي ورقة رسمية من غير ما نتلخبط. الموضوع ممكن يبان صعب في الأول، بس صدقوني هو كام كلمة بسيطة وهتلاقوا الدنيا سهلة خالص. يلا بينا. مين فينا متحطش في الموقف ده قبل كده؟ تلاقي نفسك ماسك ورقة رسمية وكلها كلام ألماني طويل ومكلكع. الواحد حرفياً بيحس إنه تايه ومش عارف يبتدي منين، بس ما تقلقوش خالص. الخبر كويس إن الموضوع كله كان مصطلح أساسي، ولما نعرفهم كل حاجة هتبقى تمام. طيب، نبتدي بأول وأهم حاجة. أول قسم دايما بنشوفه في أي استمارة هو قسم البيرسوناليان. ده يعتبر كده مفتاح أي ورقة رسمية، ولو فهمناه كويس صدقوني الباقي بيبقى أسهل بكتير. طيب، الموضوع أبسط مما نتخيل. معناها هو البيانات الشخصية، يعني أي معلومة بتعرف الشخص ده مين، زي الاسم، تاريخ الميلاد، الحاجات الأساسية خالص دي. وخلوا بالكوا غالبا هتلاقوا الجملة دي مكتوبة في أول أي استمارة: Bitte geben Sie Ihre Personalien an. دي ترجمتها الحرفية: من فضلك قدم بياناتك الشخصية. أول ما نشوف الجملة دي يبقى خلاص عرفنا إن ده المكان اللي هنكتب فيه معلوماتنا. طيب، المعلومات دي بنكتبها فين بالظبط؟ بنكتبها في حاجة اسمها das Feld، والفيلد دي اللي هي الخانة أو المربع الفاضي اللي بنكتب جواه. أي استمارة بتبقى متقسمة لمجموعة خانات أو فيلدر عشان كل معلومة تبقى في مكانها الصح. تمام قوي. كده فهمنا الشكل العام للاستمارة. نيجي بقى لأول وأهم حاجة بتطلب في أي مكان: الاسم وبيانات الهوية. تعالوا نشوف دي بنكتبها إزاي صح بالألماني. أول خانة غالباً هنلاقيها هي der Vorname، ودي ببساطة شديدة معناها الاسم الأول. سهلة مباشرة خالص أهي. والخانة اللي بعدها على طول أو اللي جنبها بتكون der Nachname، وده بقى هو اسم العائلة أو الفاميلي نيم. وهنا بقى نقطة مهمة جدا ولازم نركز فيها كويس قوي. فورنامة هو الاسم الشخصي، ونخنامة هو اسم العيلة. الغلطة دي بتحصل كتير جدا، وللأسف ممكن تعمل مشاكل أو تأخير في أي ورق رسمي، فدايما ناخد بالنا ونبص كويس عشان نتأكد إن كل اسم مكتوب في الخانة بتاعته المظبوطة. ولو حبينا نقولها في جملة، الموضوع بسيط جدا، زي المثال ده: Mein Vorname ist أنا، يعني اسمي الأول هو أنا. واضحة ومباشرة. طيب، أوقات كتير طبعاً بيحتاجوا إثبات شخصية مع البيانات دي، وأهم وثيقة ممكن تطلب هي der Reisepass، اللي هو إيه؟ اللي هو جواز السفر. خلصنا كده الاسم، ندخل على الجزء اللي بعده اللي بيكمل معلوماتنا الأساسية، وهي بيانات الميلاد، ودي طبعاً بنلاقيها في كل استمارة تقريباً. نيجي بقى لكلمة ممكن شكلها يخض أي حد أول ما يشوفها: Das Geburtsdatum. ما تتخضوش خالص، الكلمة دي معناها ببساطة تاريخ الميلاد. هي ممكن تبان طويلة، بس لو بصينا عليها هنلاقيها متقسمة جزئين: Geburt اللي هي ميلاد، وداتوم اللي هي تاريخ. بسيطة خالص أهي. ولو حد سألنا ممكن نقوله زي المثال ده كده: Mein Geburtsdatum ist der 1. Januar 1990. بس طبعاً في الاستمارة نفسها مش بنكتب كل ده، غالباً بنكتبه أرقام بالطريقة الألمانية، اللي هي يوم بعدين شهر بعدين سنة. يعني مثلاً 01/01/1990. والكلمة التانية اللي ليها علاقة بالميلاد هي der Geburtsort، وبرضه بنفس المنطق. Geburt يعني ميلاد، وort يعني مكان، على بعضها تبقى مكان الميلاد، والمقصود بيها المدينة اللي اتولدنا فيها. وممكن جدا في أي مقابلة أو في أي مكان رسمي حد يسأل السؤال ده بشكل مباشر: Wo ist dein Geburtsort؟ يعني ببساطة اتولدت فين؟ أو إيه هو مكان ميلادك؟ والإجابة طبعاً بتكون اسم المدينة. يبقى كده خلينا نلخص بسرعة كل اللي قلناه. Personalien دي البيانات الشخصية بشكل عام. Vorname ده الاسم الأول، ونخنامة هو اسم العيلة. Geburtsdatum تاريخ الميلاد، وGeburtsort مكان الميلاد. الكام كلمة دول هم فعلاً مفتاح أي استمارة ألمانية. ودلوقتي بعد ما عرفنا الكام مصطلح الأساسي ده، إحساس اللخبطة والارتباك ده المفروض يروح خالص. المرة الجاية اللي أي حد فينا هيمسك ورقة رسمية بالألماني هيبص عليها وهو مطمن وعارف بالظبط إيه المطلوب منه. كده بقى نقدر نقول إننا جاهزين نتعامل مع أي استمارة بثقة.